مدرب نادي زد يسخر من الزمالك ويتغنى بالأهلي بعد مباراة الأهلي وزد. شاهد ماذا قال. ولكن في البداية صل على سيدنا محمد ولا تنسى الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة حتى يصلك كل ما هو جديد وحصري. علق المدرب مجدي عبد العاطي مدرب نادي زد وأدلى بتصريحات صحفية خاصة نقلتها الإذاعة المصرية منذ قليل، فاجأ بها الجميع بعد انتهاء مباراة الأهلي وزد في الدوري المصري. قال عبد العاطي: النهاردة عملنا اللي علينا قصاد فريق كبير بحجم النادي الأهلي، كان ممكن نعمل مفاجأة النهاردة ولكن الحظ والتوفيق ما كانش في صالحنا. بصراحة خبرة لاعبي الأهلي هي اللي حسمت الأمور في النهاية. الأهلي عنده قماشة كويسة جدا من اللاعبين ويقدروا يصنعوا الفارق في أي وقت. أديكم شفتوا وسام أبو علي نزل خلص الماتش إزاي. أنا مش هقدر أحمل حد من فرقتي مسؤولية المباراة لأنهم كانوا رجالة لآخر دقيقة ولعبوا بشرف على فكرة، مش زي ما أحد الإعلاميين الزملكاوية اللي بيقول إن علي لطفي فوت المباراة. لاعبتي كلهم رجالة وعيب الكلام دوت، لاعبتي لعبوا مباراة بشرف. انا بس عاوز اشوف فرقتك هتعمل ايه مع الاهلي يوم الاثنين اللي جاي، بس لما تخسر ولا يخش فيك جول وابقى اطلع وقول عواد كان مفوت الماتش للاهلي. بصراحة انا مش هتكلم اكتر من كده، بس كل اللي هقدر اقوله ان انا اتشرفت بالاداء ده قدام فرقة كبيرة زي النادي الاهلي، نادي القرن الافريقي، نادي حاصل على بطولات كبيرة جدا في افريقيا. كفاية ان هو معاه 12 بطولة دوري ابطال افريقيا. انت معاك ايه؟ النادي الاهلي نادي كبير وانا لعبت قدامه مباراة كبيرة، وابقى وريني انت هتعمل ايه يوم الاثنين الجاي مع الاهلي. هذا ما قاله مدرب نادي زد مجدي عبد العاطي بعد انتهاء المباراة مباشرة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.